عماد متعب يخرج عن صمته في تصريحات نارية عقب انتهاء مباراة الأهلي وريال مدريد، ويوجه رسائل لإدارة النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أي شيء، صلي على الحبيب محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. قال عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق أن هدف ريال مدريد الأول توقيته قاتل وأضعف عزيمة النادي الأهلي، وذلك تعليقا على فوز الريال على الأهلي بنتيجة 4-1 في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وأضاف متعب خلال برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت: النتيجة ظلمت الأهلي بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق خلال المباراة. وأشار متعب إلى أن الأهلي لعب مباراة جيدة وكان ندا قويا لفريق ريال مدريد الذي تعامل مع المباراة بذكاء شديد. انتقد عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الأهلي بسبب خروج حسين الشحات ونزول طاهر محمد طاهر. وأضاف متعب في تصريحاته أن النادي الأهلي تأثر كثيرا بخروج حسين الشحات، متابعا أن الشحات وهاني قدموا مباراة رائعة وكانت لديهم جبهة قوية تمثل خطورة شديدة على ريال مدريد. وتابع متعب أن تغييرات كولر أثرت كثيرا على أداء الأهلي وتسببت في الهدف الثالث والرابع، مشيرا إلى أن هدف ريال مدريد الأول توقيته قاتل قاتل. وأضاف: خلاص القيد اتقفل في الدوري، والأهلي مش هيقدر يتعاقد مع أي لاعب تاني. يجب على إدارة النادي الأهلي إنهاء أزمة كهرباء في أسرع وقت والاستفادة من اللاعب. وتابع متعب: أتمنى التوفيق للنادي الأهلي أمام فلامينجو في تحديد مباراة المركز الثالث والرابع، والهلال هيقدم مباراة قوية أمام ريال مدريد. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.